والله منوراني يا ماما، منوراني يا نهله. ده نورك يا حبيبه قلبي. انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، نحمد ربنا. والله انا قلت نيجي نقعد بقى معاكي شويه كده، مع اني والله تعبانه يا سعاد، بس قلت اجي اطمن عليكي ونقعد معاكي شويه. ما بتاخديش العلاج ولا ايه؟ والله باخد يا بنتي، ما في حاجه نافعه معايا. ما انت عارفه يا ماما بقى العظم ملوش علاج، مهما بتاخدي علاج ما بيسكنش معاكي غير شويه وخلاص على كده. هنعمل ايه طيب يا سعاد؟ هنعمل ايه؟ الحمد لله. ربنا يا رب يشفيك ويشيل عنك. اعمل ايه بقى يعني؟ ما اجيلكوش واجي اشوفكم التاني بقى راقده كده. انت اليوم اللي بتيجي فيه ببقى والله العظيم بصي اسعد واحده. يا رب خليكي يا بنتي، استرها معاكي يا رب. احمد شكله جه اهو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حماد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك انت ايه؟ انا اقول البيت منور يعني. ده نورك يا ابني، يا رب يخليك. الله يخليك يا ربنا يخليك الله يخليك. ده كويس ان انتوا جيتوا والله. ده انا كنت انا اللي هاجي لكم. كنت تنور ليه؟ بصراحه كنت عايز افتح معاكي موضوع كده يا حماتي. موضوع ايه؟ انت ما قلتليش انا موضوع. خير يا ابني. اصبري بس عليا. بصراحه كده يا حماتي انا مزنوق في قرشين. اصبري يا سعاد. محدش غريب، اختك وامك. انا بصراحه مزنوق في قرشين عشان شغلي، فكنت عايز اعمل كارد ومحتاج حد يضمنني. كارد وحد يضمنك؟ لا طبعا يا احمد، كارد ايه اللي انت بتقول عليه ده؟ استني يا سعاد استني، انت ما تعرفش يا ابني الكارد ده بيخرب البيوت، ده وحش. هعمل ايه طب يا حماتي؟ وبياخدوا الجنيه بجنيه. طب هعمل ايه طيب؟ الظروف اجبرتني على كده. طب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. سيبك من موضوع الكارد، وانا شايله قرشين على جنب بتوع نهله، جهاز نهله، ممكن يا ابني اديهم لك، واول ما تفك زنقتك تديهم لي. روح الله يبارك لك. انت جوز بنتي زي اقول ايه بس. اول ما ربنا يكرمني. خلاص روح الله يبارك لك. ده انت فكتيني زنقه وبص وجع دماغ في دماغي مش عارف احلها ازاي. ربنا يخليكي لنا يا ست الكل. ده جوز بنتي، امال ايه؟ امال ما كنتش اقف جنبكم يا احمد. في عينيا لا الاثنين. ما تخافيش، اول ما ربنا يكرمك على طول ترجع لي الفلوس وسيبك بقى بالكارد. اهو كارد ايه بقى اللي هيخش علينا بالخراب ده؟ هعمل ايه طيب؟ ما حدش هيرضى يسلف حد المبلغ اللي انا عايزه. لا انا عينيا ليك يا ابني، ده فلوس زي ما انت عارف، انا شايلها فلوسها وقلت بقى ايه اجهزها بيهم، ما رضيتش اجيب لها حاجات عشان الحاجات بتبقى قديمه، نجيب لها جديده على طول. ربنا يديك الصحه وتجيب لها كل حاجه حلوه ان شاء الله تفرحي بيها. يا رب يخليك. عقبال ما اشوفك احلى عروسه كده يا نهله. وانا ليا بركه الحلوه ديت بقى، ما تقومي تعملي لامك واختك بقى لقمه حلوه كده بقى. هقوم على طول. خديني معاكي. ربنا يسعدكم يا ابني، ربنا يسعدكم، وانا عينيا ليك يا حبيبي. حاضر عينيا ليك، ده انت ابني يا ابني. ربنا يديم المعروف. ده انت كفايه واخد بنتي. انت امي طبعا. ماشي. ان شاء الله بكره ان شاء الله عدى عليا هديهم لك. خلاص، ده انت حلتي لي مشكله ما كنتش عارف اعمل فيها. الحمد لله يا ابني، ربنا يسترك يا رب ويديك من وسع اللهم ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب. ماشي يا حبيبي. يا ابني بقول لك هوجب معاكم والمشاريب كلها على حسابي. ايوه زي ما بقول لك كده. يا عم في احسن كافيه انتوا عايزينه. ظبط بس الشله كده، وانا قدامي ساعه زمن كده اروح اخلص مشوار كده واعدي عليكم. ماشي يا حبيب اخوك، مع السلامه. سلام. هو انت هتاخد الفلوس من امي عشان تسد اللي عليك ولا عشان توجب مع صحابك يا احمد؟ انت ايه مشكلتك دلوقتي يا سعاد؟ انت مش ليكي ان انا لما اخد من امك الفلوس ارجعها لها تاني؟ بقول لك ايه يا احمد، انا شاكه انت ولا عليك فلوس ولا عليك حاجه. انت عايز تاخد القرشين اللي مع امي تبعزقهم على اصحابك وعلى الكافيهات ومش هتديهم لامي تاني. ليه؟ شايفه جوزك يعني نصاب يعني ولا ايه وينصب على امك؟ والله ما عارفه بقى. بقول لك ايه، انا هقول لامي ما تديلكش ولا جنيه، وشوف اي حد يسلفك غير امي. طب امسكي لسانك بقى وخلي بالك من الكلام اللي انت بتقوليه، عشان انت بتخرفي في الكلام، واعملي حسابك امك لو عرفت اي حاجه عن الموضوع دوت مش هتقعدي فيها يا سعاد. واديني قلت اللي عندي. سلام. يخرب بيتك. اقول لامي ايه انا دلوقتي؟ من لو قلت لها هخرب على بيتي. يا ريتك يا امي ما قلت له هسلفك انت. مش عارفه اعمل ايه يا ربي. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اختي الغاليه. اهلا يا احمد. وام الغاليه. حبيب قلبي. عامله ايه يا ام؟ اخبارك ايه؟ تمام. ربنا يديك الصحه والعافيه. كويس كده. سعاد ما جاتش معاك ليه؟ قالت لي بقى روح انت لماما، انا ورايا شويه حاجات كده في البيت هعملها وبكره ولا حاجه تبقى تعدي عليكي. ده انا مجهزه اكل وقلت هتتغدوا معايا. واحنا غرب بتعمل لنا اكل مخصوص. ماشي يا حماد. طب اعمل لك شاي؟ ولا اي حاجه، كفايه ان انا بس اشوف الحاجه كده زي الفل، انا كده شربت وكلت. ربنا يخليك. قومي يا نهله هاتي له الامانه. حاضر. بسرعه. انت عامل ايه يا ابني؟ والله الحمد لله يا ام، الحمد لله. انت ابني، وعشان خاطر انت ابني انا ما عايزش عليك حاجه، بس امنتك امانه.
انت كنت طالب 80,000 بس معلش هم 50,000 اللي معايا. تشكري يا حماتي تشكري. بس امنتك امانه، دي قرش بتاع واحده يتيمه، انت عارف ان ابوهم مات والامانه دي شايلها لها هي. في عينيا. في عينيا عشان اجهزهم بيها. انا ما عزتهمش عنك، بس بالله عليك ما تغزلني. في الميعاد اللي انا قلته لك يوم ما هتلاقيني جبت لك هي الفلوس. قدامها سنه عبال ما تتجوز، لسه فاضل لها سنه. لا ان شاء الله قبل بكتير. ماشي، وان شاء الله باذن الله تديهم لي. عيني يا ام حاضر. طيب ربنا يبارك لك يا ابني. الله يخليك يا ام. الله يسترك. الله يبارك لك. عايز حاجه الله تانية؟ يبارك لك، ما تحرمش مني. انا عينيا لو معايا تاني كنت اديت. انا عارف والله يا ام. انا عارف ده، انا بدك تشكري، ما حدش بيعمل مع حد كده دلوقتي. طب هتتغدى معانا ولا ايه؟ ولا اي حاجه، ممكن بكره ولا بعده كده ابقى اجيب سعاد ونقعد مع بعض نتغدى مع بعض. ماشي يا ابني، ربنا يفك ضيقتك. اللهم امين يا رب. ربنا معاك بقى يا حبيبي. الله يخليك يا ام. طب استاذن انا. سلامة يا عايزين اي حاجه؟ مع السلامه يا حبيبي. اجيب لك كيس تحط فيها الفلوس؟ لا ولا اي حاجه ولا اي حاجه، اهو على طول اهو. طيب يلا كده اهو كده اهو. بالسلامه، ربنا يفك ضيقتك. السلام عليكم. سلامة يا ابني. مع السلامه. مش هينفع يا نهله برضه، ما ده جوز بنتي هنسيبه مزنوق يعني عشان خاطر اختك. فان شاء الله ربنا يكرمه ويفك ضيقته ويدينا الفلوس يا رب. ربنا هنعمل ايه؟ الحمد لله. اتصلي لي بقى بسعاده عشان اقول لها ان جوزك جه خد الفلوس. ماشي يلا. حاضر. ايه يا ماما؟ ايه يا نهله عامله ايه يا ماما؟ احمد قال لنا يا ماما 3 شهور وفات 6 شهور يا ماما، ولحد دلوقتي ولا جاب الفلوس ولا راضي يرد علينا ولا بيعمل اي حاجه. مش عارفه يا بنت اقول لك ايه، ما اعرفش. عايزين نكلم اختك سعاد نسالها هو مكبر دماغه ليه. خدي كلميها. هاتيها. استغفر الله العظيم يا رب، هو في ايه بس؟ خدي. لا حول الله يا رب. الو. ايوه يا سعاد، عامله ايه يا بنتي؟ اخبارك ايه؟ كويسه؟ في ايه يا سعاد؟ يعني جوزك قال بعد 3 اشهر هديكوا الفلوس وبقينا 6 اشهر اهو، ولا حس ولا خبر، وبرن عليه ما بيردش. في ايه يا بنتي؟ ما تفهميني، مش هيدينا فلوس البنت ولا ايه؟ هو خير تعمل شر تلقى ولا ايه؟ قولي لها هنجيله نشوف له حل. طب انا جايه لك انا واختي كده نقعد معاكي ونشوف ايه الدنيا. هو بيجي الساعه كام؟ يعني مش هنقابله؟ ازاي يعني بيجي متاخر؟ خلاص واحنا هنيجي متاخرين وهقعد استناه. في حاجه يا سعاد غريبه، انا مش كده، مش عارفه في ايه، ولا انت مريحاني ولا هو مريحني. في ايه بالظبط؟ يعني هو ضحك على امك ولا ايه؟ مش فاهمه. طب اما اجيلك. ماشي يا سعاد، انا جايين انا واختك. ماشي يا حبيبتي، مع السلامه. مع السلامه. تعالي بقى نروح لها كده ونقعد معاها ونستنى بقى سلامته بقى، نشوف نعمل معاه ايه، ضحك علينا ولا ايه بالظبط، ولا حصل له ايه، مش فاهمين. طب انا هقوم اغير على ما انت تغيري. يلا انا كمان هخش اغير معاك. ماشي يا حبيبتي. تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا سعاد؟ احنا من ساعه ما جينا حاطه ايدك على خدك ومساهمه. في ايه يا بنتي؟ ما تقولي لنا ايه الدنيا. واحمد ده بقى جوزك كل شويه نجيله وما نلاقوهوش، ما تفهمينا في ايه؟ هي نصبه ولا ايه؟ عايزه افهم. شوف مين بيخبط واجيلكوا. روحي شوفي مين. في حاجه غلط، في حاجه غلط. قال لك كتبيه وصل امانه انت اللي يا ما ريتني كنت سمعتي كلامه. ما قال لي، بس انا قلت ده جوز بنتي، جوز بنتي برضه مش هخونه، مش هينفع. اهي فلوس جوازي راحت. استغفر الله العظيم يا رب. بعدين يا بنتي الحل. السلام عليكم. عليكم السلام. مدام سعاد معايا؟ ايوه. ممكن تمضي هنا حضرتك؟ امضي على ايه؟ هقول لك. دي ورقه من المحكمه، الاستاذ احمد طلق غيابي. انت سامعه اللي انا سامعاه يا ماما؟ يا نهار اسود ومنيل، ايه اللي حصل ده؟ السلام عليكم. يخرب بيتك. في ايه يا سعاد؟ ايه يا سعاد؟ في ايه؟ زي ما سمعتي يا نهله، طلقني غيابي. لا حول الله يا رب. يعني طلع نصاب؟ طلع ضحك على ولايه؟ انا ما اعرفش عنه حاجه بقالي 20 يوم. لا حول الله يا رب. سعاد؟ اوتركوا بقى ويا نهله واخليكم على اعصابكم. لا غلطانه، كنت المفروض تنبهينا وتقولي ان جوزي فلاتي، عشان انت خفتي تتطلقي وسبتيني اديله الفلوس وفي الاخر ما اتطلقتي برضه. كنت هقول لك من البدايه، حلف عليا قال لي هطلقك لو رحتي قلتي ما لامي. انت اتطلقت اهو برضه وعارفه ان هو نصاب، تضحكي عليا؟ ما كنتش اعرف. لا ما تعرفيش ايه ده، انت كده بتضحكي على امي. الله يسامحك، وحسب الله ونعم الوكيل فيكي وفيه، عشان اختك دي انا ذنبي ايه طيب؟ اختك دي اتظلمت. وانا ذنبي ايه؟ انا ذنبي ايه كده؟ حياتي كده باظت. هتجهز منين ان شاء الله دلوقتي؟ حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا احمد مال يتيم. حسب الله ونعم الوكيل. وانت فكرك انه هيكسب؟ عمره ما هيكسب وهتشوف. بس انا مش هسيبه.